في معلومة لما اتعلمتها وطبقتها وفرقت جدا في حياتي وفي نفسيتي، فحبيت كده ونويت النية لله ان انا اعرفها لأكبر عدد من الناس. جربوا كده المعلومة دي وطبقوها، ونفسي كده تجربوها قبل شهر رمضان ما يخلص لانها هتفرق جدا في نفسيتكم. طبعا كلنا كنا بنقعد نستغفر بالطريقة اللي احنا عارفينها، نجيب السبحة او على ايدينا او زي ما بيكون او في نيتنا كده، في سرنا يعني. بنستغفر بالطريقة اللي احنا طلعنا وتربينا عليها. طيب لما جربت كده، لما سمعت طبعا وربنا بعت لي الرسالة دي وقعدت استغفر بالطريقة اللي انا هقول لكم عليها دي، بتفرق جدا جدا. جربوا الاستغفار بالطريقة دي، والله متعة كبيرة، يعني متعة كبيرة. اللي هيجربها استحالة استحالة هيستغنى عنها تاني، وهيرجع يستغفر بالطريقة القديمة تماما تماما. جربوا. طيب قبل أي حاجة تعالوا نصلي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي ويا سيدي يا رسول الله. طبعا احنا بنجتهد ان احنا نستغفر كتير قوي قوي، ودي حاجة حلوة بجد، وحاجة يا رب ما يحرم حد منها، ان احنا نقعد نستغفر كتير قوي. بس حاجة بسيطة بس هتعدلوها كده في نيتكم وما بينكم وبين ربنا، اللي هو الاستغفار عن ذنب مسبق. يعني ما ينفعش ان انا اقعد استغفر عشوائي كده، لازما استحضر كده بيني وبين ربنا في حاجة، اي حاجة. احنا مش ملايكة على الارض، اي حاجة عملتيها، اي حاجة عملتها تستحضرها كده في جواك بينك وبين ربنا، وتقعدوا تستغفروا ربنا على الفعل ده. حتى لو كان انتوا شايفينه بسيط وتافه، لا، ممكن يكون عند ربنا كبير اللي انتوا شايفينه بسيط وتافه ده. يعني حاجة بسيطة قوي والناس بتقع فيها وبتتسحب ليها كده من غير ما تحس، وهي ان انتوا مثلا ممكن تبقوا قاعدين اتنين، قاعدين قاعدة عادية خالص وطبيعية، ونيتهم كمان ان هم رايحين يصلوا رحم او يعملوا اي حاجة، وتلاقي سبحان الله قعدوا من غير ما يحسوا جابوا سيرة حد تاني. ودي كارثة على فكرة كبيرة. موضوع ان احنا نقعد مثلا نتكلم على حد تالت ده غايب، ايا كان الحد ده قريب ليا، ايا كان دوره ايه في حياتي، انا ماليش حق ان انا اجيب سيرة حد تالت واقعد اتكلم عليه. على فكرة ده ذنب كبير قوي، وذنب بجد يعني كلنا عارفين طبعا هو عقوبته ايه. فده يستحق بجد ان احنا نقعد نستغفر عليه على قد ما نقدر. على قد ما تقدروا استحضروا الذنب ده وابدأي بيه، ضروري تبدأي بيه، ضروري تبدأي بهذا الذنب، ان انا هقعد استغفرك يا ربي على اي حد جبت سيرته بطريقة يعني سواء بقصد او بدون قصد. دي اول حاجة بنقع فيها، ودي كارثة كبيرة. ضروري ننتبه ليها في اي قعدة، في اي لمة، في اي تليفون بيجيلنا. دي كارثة كبيرة صدقوني والله العظيم، وبنقع فيها وبنتسحب ليها من غير ما من غير ما نحس. لو لقيتي نفسك هتتسحبي في موضوع الغيبة والنميمة ده، انسحبي كده. لا انت بقى اسحبي نفسك بالذوق كده وبالراحة، ووقفي اللي قدامك. ما يعني خليك انت مثال في الحتة دي، يعني ما تتسحبيش ولا تخلي حد يجرك. ما تبقيش ضعيفة، لان الموضوع ده كارثة جدا، هيأثر على صحتك وهيأثر على كل حاجة في حياتك. زائد ان الشخص اللي احنا بنجيب سيرته ده بكل سهولة بياخد من رصيدنا احنا، رصيدك اللي انت تعبانة فيه او اللي انت تعبان فيه طول اليوم. يعني بيبقى الواحد صايم وطالع عينيه ومش، وبيبذل مجهود فظيع، وبيبذل مجهود في الصلاة وفي الصوم وفي الدعاء، ويجي حد تاني ياخد الثواب ده بكل سهولة. ودي كارثة احنا بنعملها، يعني دي غلطة بنرتكبها في حق نفسنا احنا. لان شوفي انت اللي بتخسري، صدقيني انت اللي بتخسري. يعني سواء لو في حد مضايقك قوي كده، قوي 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 كده، ادعي له. جاي يوم ما يجي على بالك، يعني ادعي له ربنا يهديه، ربنا يهديه. كبري دماغك، كبري دماغك، محدش بينفع حد، محدش يستاهل ان انا اضيع صلاتي وصيامي ودعائي وكل عمل بعمله عشان خاطره. ما فيش حد في الدنيا كلها يستاهل ان انا اضيع الاعمال الحلوه اللي انا بعملها اللي ربنا امرنا بيها. لا، محدش يستاهل. لو الواحد حابب كده يلم نفسه هيلم نفسه. بس نفوق بعضينا، واللي يسمع معلومة يعرفها للتاني. يعني محدش ياخد الحاجة كده ويكوش عليها، لا، اللي يشوف حاجة مفيدة فعلا يعرفها للي حواليه. طب واللي بيلاقي حد حواليه بيقع في الفعل ده، ينصحه بالراحة. في ناس كده ما ينفعش تقعدي تتكلمي، لا انت بتعملي كذا بطلي، لا، بالراحة كده. اقتنع اقتنع، ما اقتنعش لا، انا هبدأ بنفسي وماليش دعوة بحد، انا مش هجيب سيرة حد. وصدقوني ابدأوا في الشهر ده، فرصة حلوة قوي.
لان شهر رمضان ده على طول بيكون بداية حلوة قوي. صدقيني اي بداية ازرعي كده الزرعة وهتحصديها على مدار السنة. شهر رمضان بداية حلوة لكل حاجة حلوة ولكل خير حابين تعملوه ونويتوا ليه نية خير. ابدأوا بس كده، جربوا بطلوا الفعل الفظيع ده، وانتوا صدقوني هيفرق معاكم في حياتكم. ان انا ابقى عايشة مش بجيب سيرة حد، مش بتكلم على حد، مش بحكم على حد، مش بقعد كده ان انا انتقد ده وانتقد ده. لا، الموضوع ده كارثة كبيرة قوي والله العظيم، بيأثر علينا بطريقة كبيرة قوي. ومن كتر ما الموضوع كبير يعني ما ينفعش نتكلم فيه مرة واحدة، لازم أن يكون فيه وقفة مع النفس بجد في الموضوع ده. خدي قرار كده مع نفسك والحقي نفسك، لان نفسك تستاهل ان انت تعملي معاها كده. ربنا خلقك على الارض واداكي نفسك دي عشان خاطر تزرعي فيها حاجات حلوة وحاجات جميلة، مش نقعد نضيعها. لان كل اللي احنا اتكلمنا فيه ده فهو بيفسد النفس. صدقيني بيفسد النفس. ابدأي بنفسك وملكيش دعوة بحد، كل واحد مسؤول عن نفسه. لان ربنا قال لنا ليس عليكم هداهم، كل واحد يركز في نفسه. كل واحد ربنا اعلم بيه واعلم بحاله. ما احكمش واقول البني ادم ده وحش او البني ادم ده كويس او ده مش كويس، مش مشكلتي، ماليش دعوة. هو ربنا هيحاسبه، انا ماليش دعوة. طيب تعالوا بقى كده هقول لكم على طريقة الاستغفار الجميلة قوي قوي قوي. استحضري اي ذنب زي ما اتكلمنا وزي ما قلنا، اي حاجة حتى لو بسيطة، وابدأي فعلا اعملي كده واقعدي استغفري ربنا عليها من قلبك، وان انت ندمانة فعلا يا ربي ان انا عملت كده، انا ندمانة يا ربي ان انا عملت كده. وادعي وقولي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اعملي لنفسك زي جلسة كده مع النفس، واقعدي استحضري الذنب واستغفري. استغفر الله العظيم واتوب اليك، ولا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. وكمان ما تنسيش تقولي اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي يا رب. لان البني ادم احيانا بيظلم نفسه وبيجي عليها، ودي برضو حاجة هتتحاسبي عليها. ما هي مش عشان نفسك فخلاص بقى اعمل فيها اللي انا عايزاه، لا طبعا هتتحاسبي عليها. فالدعاء ده برضو حلو جدا. التزمي بالثلاث ادعية دول وركزي عليهم. ركزي عليهم ان انت تكرري كتير قوي على قد ما تقدري. اقعدي مع نفسك والله هيفرق في نفسيتك قوي. خدي كده 5 دقايق 10 دقايق، ما هي مش خسارة فيكي. بعد كل وقت كده تصليه، كل فرد لو مش عارفة تنظميها خالص جربي كده مع نفسك، وبعد كل فرد بتصليه اقعدي على المصلية دقيقتين 3 4 5، زودي زي ما انت عايزة. انت اصلا من كتر ما هتستريحي وهتلاقي الحمل اللي في قلبك او اللي في قلبك ان اتزاح باذن الله، هتلاقي الموضوع انا مش عايزه اقوم اصلا. موضوع حلو قوي قوي قوي. استحضروا الذنوب حتى لو بسيطه واستغفروا ربنا عليها. ابحثوا في الموضوع ده وانتوا هتلاقوه فعلا. احنا اللي كنا بعاد شويه وبنمشي، مش هنستهون طبعا باي عمل اي حد بيعمله، بس بلاش نركز على العدد، بلاش نركز على السبحه. ناس كتيره بتكون ماسكه السبحه وبتستغفر وايديها شغاله ودماغها دي في حته تالته خالص، دماغها شاردة في هموم الدنيا وفي مشاكل الدنيا. طب انت كده استفدتي ايه؟ صدقوني اقعدوا القعدة دي كده مع ربنا واستغفروا، استحضروا الذنب واستغفروا، وكل الهموم هتتزاح عنكم بإذن الله. هموم، مشاكل، اي حاجة هتشوفوا كنوز فعلا، وهتشوفوا حاجات جميلة جواكم. عمركم هتكتشفوا حاجات جميلة قوي جواكم عمركم ما كنتش تعرفوا عنها حاجة، لان انتوا سرحانين وماشيين في اللهو اللي كلنا بقينا فيه. طبعا انا كان نفسي امسك كل حد من اللي حواليا واقول له يستغفر بالطريقه دي، فما لقيتش غير الطريقه دي، ان كله ان على قد ما اقدر اوصل المعلومه حتى لو لفرد واحد، او يعني لو فرد واحد انا راضيه. يعني لو فرد واحد هياخد المعلومه دي ويطبقها وهتفرق في نفسيته، دي كده كفايه قوي. لو شفتوا الفيديو عجبكم وجيتوا معايا وصلتوا معايا كده لحد هنا وحسيتوا ان انتوا استفدتوا من الفيديو، ادعوا لي دعوه حلوه كده من قلبكم، وانا مش عايزه غير كده. مش هقول لكم حطوا لي لايك، مش هقول لكم اي حاجه غير ادعوا لي دعوه. وربنا يا رب يغفر لنا جميعا، يغفر لنا ذنوبنا جميعا. واللهم لك الحمد أنك